هاي يا جماعة، أنا عالية والنهاردة بصور لكم يوم في حياتي كامل في كوريا. وازاي أول ما بصحى بعمل ايه، وبقية اليوم هو كان يوم مشغول شوية يعني في حاجات كتير حصلت. أول حاجة بصحى مع آدم، بحضر له الفطار ده لحد ما اشتغل، بس بعد كده مش هيلاقي الدلع ده. بحضر له الفطار ده، كان مير كوك كانت حماتي مديهالنا، وهو بيحب يفطر بيها يعني. وبعد كده هعمله اللانش بوكس بتاعه ده. انا بعمل له يعني حاجات كتير، بس النهارده عملت له بوكين باب يعني كله، يعني 2 بوكين باب. البوكين باب الاول كان سي فود، والصراحه يا جماعه هو ريحته ما كانش الطف حاجه، مش عارفه ازاي بياكلوه، كان ريحته داخل على الفسيخ شويه، ما اعرفش ليه. فالبوكين باب ده ما حبيتهوش خالص. وقبل ما بقى ما اول بوكين باب بيخلص يعني، بعمل البيض اللي انا بحطه على البوكين باب. وادم يعني في ادم في عاده كده لازم بيفطر بيضه الصبح، يعني بعد ما بياكل يعني. بس انا بعمل له دلوقتي البيض، هو بيحبه عيون، مش اللي هو السكرامبل العادي، بيحب عيون، فبعمله له. وبعمل 2 للبوكن باب، هم انا بعمل 3، 2 للبوكن باب وواحدة ليه يفطر بيها. بعدين بحاول بقى اقلبها كده، ودي كانت اصعب حاجة يا جماعة في اليوم. يعني انا يومي كله يبقى حلو او وحش لما بقلب البيض صح. فالحمد لله يعني اتقلبوا صح الى حد ما. وكده البيض خلص. بحاول انقله بقى في طبق تاني عقبال ما بعمل البوكن باب كله، عشان بحط البيضة على البوكن باب. كده اول بوكن باب خلص. بي بيجي معاه طبق بتاع ده، كيس اعشاب كده بحطه عليه، وهو ده تقريبا اللي عامل الريحه اللي انا بقول لكم عليها. بس هو ادم بيقول لي طعمه حلو، انا مجربتهوش الصراحه يعني. بعد كده بحطه في اللانش بوكس اللي انا بخليه ياخده معاه، بقسمه بالنص كده زي ما هتشوفوا، عشان احط يعني البوكن باب التاني. وانا كنتش معرف ان البوكن باب التاني كتير كده، فللاسف خد يعني. هو البوكن باب ده عبارة عن 2 مع بعض، فيعتبر انا عملت له 3 اليوم ده. فادم جالي اساسا اليوم ده بيقول لي انت ما تعمليش الحركه دي تاني ابدا. بس بحطه هنا، وده بيقعد 4 دقايق في الميكروويف. والبوكين باب ده يا جماعه اللي ما يعرفش، ممكن برضو تعملوه على البوتاجاز، يعني تحطوا زيت وتحطوه هو، وتعملوه تقعدوا تقلبوا فيه كتير كده لحد ما يتعمل. دلوقتي انا بحط 4 دقايق. انا بقى بعمل لادم يعني مثلا هو بياخد اللانش بوكس، بعمل له زي سناك كده في النص. هو بيحب الكرواسون بالمربى، فبعملهم له برضو ناخدهم معاه، عشان ادم يا جماعه بيشتغل فتره طويله قوي، 10 ساعات تقريبا، فبيبقى لازم يعني اكل كتير معاه، يعني عشان ياكل في النص كمان. وانتوا عارفيني بقى يعني قلبي خصايه، فبقعد اعمل كده كتير بقى. بس كده حطيت المربى في الكرواسون، وبحطه في كيس صغنن كده، جايباه وبحطه في العلبة، عشان المربى ما تخشش في العلبة بقى وتقعد. ادم ما يحبش الحاجات تبقى ملزقة كده، فبعملها له كده. بس بنضف له العلبة بقى، عشان طبعا ده تصوير يا جماعة، يعني ده مش طبيعي بيحصل يعني. انا مش ست كويسة للدرجة دي، بس يعني قلت اصور فيديو فيها واكون بقى يعني محترم. بس انا بقى بعمل المية كوك. مية كوك ده يا جماعة انا من اكتر الحاجات اللي بكرهها في كوريا، مع ان دول في كوريا طالعين بيها السما. انا بكرهها يا جماعة، بكرهها بجد. وبيقولوا ان انا لما اخلف لازم هاكلها، وانا مش متخيله هعمل كده ازاي. يعني انا مستحيل، يعني دي من الحاجات المستحيله اللي انا احطها في بقي حرفيا. ف صعبه قوي. هي بتبقى عباره يا جماعه اللي ما يعرفهاش عشان بحر، وبيبقى فيها لحمه كده، يعني لا مش حلوه، مش بحبها. البوكن باب التاني خلص، ببتدي احطه في اللانش بوكس برضو. وهتشوفوا يا جماعه مش هحط كتير قوي في اللانش بوكس، ما كانش عارف يعني، ما كنتش راضي ياخد كل الكميه.
يوم. بعد كده هحط البيض عليه زي ما قلت لكم، بيتحط بالطريقه دي، وبتتاكل ان انتي بتاخدي حته البيض مع الرز. يعني هو بصراحه من الحاجات اللي كنت قبل ما اجي كوريا مستغرباها، بس طعمها حلو قوي بجد. وانا كده خلصت اللانش بوكس بتاع ادم كله. دلوقتي بقى هبتدي في الفطار. انا كنت عامله له ميو زي ما شفتوا، هعمل له رز معاها. وده الرز بيتحط في الميكروويف 2 دقيقتين ونص بيبقى جاهز. الصراحه بيبقى احسن عشان لسه ما جبتش مكنه رز، بس اول ما اجيبها بقى ان شاء الله مش هحتاج المواضيع دي تاني. الرز خلص. بصورلكم وانا بمشي بيه. ده كده الفطار بتاع ادم كله. فاضله البانشان. البانشان جبته اهو، كان اومك وسمك صغنون كده. هبقى اعمل لكم الطريقه بتاعته. وخيار اللي انا منزلاه في القناه بتاعتي، هنزل لكم اللينك فوق. دلوقتي انا بحضر له الشنطه بتاعته، بحط له بقى الاكل وكده. شايفين وشي يا جماعه؟ كنت لسه صاحي من النوم، الساعه كانت 5 أو 6. لا كان 6 بالظبط. فالموضوع كان عارف مرهق جدا. حطيت له معالق عشان هو ما كانش عنده معالق. وانا دلوقتي بقى ايه، خلصت شغلانتي كزوجة صالحة. وطبعا كالعادة ادم بياكل وبيتفرج على اليوتيوب. ادم مشي، انا نمت شوية طبعا مش قادرة كده. ادم لما جيس انا قابلته بره بقى عشان ننزل نجيب حاجاتنا من السوبر ماركت. انا بروح غالبا هوم بلاس، يعني من اقرب الحاجات ليا. يعني غالبا بروح الماركت ده. هنا قسم الاكلات الجاهزه. انا جبت هنا بقى دونتس كده طعمها فظيع يا جماعه، بجد اجمل دونتس كلتها في حياتي. وبعد كده رحت جبت الكرواسون لادم اللي انا عملته من شويه. ادم بيحبه، فكانوا منزلين عليه اوفرز حلو. ف خدت يعني خدت واحد اوفر حلو قوي ان هو يبقى ب$2. وخدت اسمه ايه، توم كابوتشاية. بصوا يا جماعه، هو ارخص حاجه دولار في كوريا، فلازم تعرفوا كده. فالدولار دي حاجه ما تخضش يعني، عشان العمله بتاعتهم تعتبر تبتدي من دولار. ففكره ان حاجه ب$5 دي يعني ما تخضكوش، فاهمين قصدي؟ هو ده الطبيعي. وهنا بقى قسم اللحوم، البيف طبعا. انا جبت من هنا، كانوا هما عاملين عرض الاسبوع ده، كان النص على اي لحوم. فجبت اللي هو الستيك ده. وده طبعا بنخلص بسرعة عشان المفروض كان اليوم ده عيد ميلاد حماتي. فاحنا المفروض هنخلص ونروح نغير هدومنا، وبعد كده هنروح عيد ميلاد حماتي. كده روحنا وغيرنا وكل حاجة، ورايحين بقى عيد ميلاد حماتي. وطبعا من الثقافة الكورية عشان جوزي الابن الأكبر هو اللي كان مختار المطعم، وهو اللي كان متولي كل حاجة، وهو اللي دافع. عشان المفروض في أول عيد ميلاد لحماتي أنا اللي أعمل كل حاجة. فجوزي عارف إن أنا لسه معرفش حاجة في كوريا ولا الأكلات الكورية، فهو قرر ياخدنا المطعم ده. ده مطعم سمك بيعملوه بطريقة كده عجبني، بس مش احلى حاجه. هو مطعم تحسوا انتوا داخلين كده ان هو بيت خالتكم، يعني لازم تقلعوا الجزمه وهتشوفوا المطعم من جوه تحسوا ان فعلا دافئ قوي، يعني عايزين تناموا جوه. انا كنت مستغربه من فكره ان انا بقلع جزمه وانا رايحه المطعم. يعني كنت حتى ما اقول لادم انت متاكد ان انا هعمل كده؟ ادم طبعا
طبعا عشان هو بيحاول يبقى بيرفكت في كل حاجة. ادي لي الجزمة، ده طبيعي. وهنا انا دي الأوضة اللي احنا دخلناها. ادم مختار أوضة كده عشان نبقى لوحدنا كعيلة يعني. وهنا المطعم، الست كانت فريندلي قوي يا جماعة. انا ما حبيتش الاكل وما اكلتش كتير والله، يعني هي كانت خايفة عليا اكتر من اي حد. يعني هي عملت لي زي بانكيك كده واديتهولي، بجد كانت ست فظيعة. وده شاي بيدوب بدل المية يا جماعة. طعمه هتشوفوا الرياكشن بتاعي طعمه وحش قوي. انتوا عارفين الشاي الاخضر اللي احنا بنشربه عادي، بس ساقع بقى وحالته بلا يعني. هنا الست جايه بقى بتنظم لنا الاوضه قبل ما حماتي تيجي والعيله. طبعا انا ما عرفتش اصور عيله جوزي عشان هما ما لهمش في الكلام ده خالص، قعدت اصور في الاكل وقعدت اصور في نفسي انا وادم واحنا بناكل يعني. وهنا البانكيك اللي هي عملته لنا، هي عملت لي، هي ده المفروض بيتقدم الاول مع الاكل، وبعد كده لما شافتني ما باكلش عملت لي واحده كهديه وما رضتش تاخد فلوسها ابدا. بجد ست قمر يعني، بجد انا ما شفتش حد كده. Here you can delivery. Oh. Really? But really not funny, right? وهنا حماتي جت بقى بتقطع البانكيك بقى بطريقة، كانت عارفة ان بصور فقعدت تقطعها بقى بطريقة جميلة. وهنا بقى طبق السمك جه، وده عبارة عن سمك. واللي فوق ده يا جماعة يعني انا مش عارفة اقولها لكم ازاي، بس هو اكل غريبة شوية يعني، زي معدة سمكة كبيرة وهم عاملينها. فانا استغربتها طبعا ما اكلتهاش، كانت غريبة قوي بالنسبة لي. هنا ادم بيقول لهم ان انا بصور وباكل وانا بصور. فانا الاكل كلها الصراحة كانت غريبة بالنسبة لي، فاهمين قصدي. هنا بقى وانا بجرب السمكة نفسها. السمكة كان طعمها حلو، بس لا يعني مش عارفة، مش يعني انا متعودة على السمك اللي بتعمله ماما دايما، بس يعني لما باكل اي سمك بستغربه وما بعرفش اكل غيره، يعني ما بعرفش اكل غير سمك مامتي. بس هو يعني في المجمل كان طعمه لذيذ مش وحش خالص. واللي حواليه ده اسمها براعم الفاصوليا، هو مش مكرونه عشان اللي يشوفها يفتكر ان هي مكرونه او راميون وكده. لا، هي حاجه اسمها براعم الفاصوليا. ادم كان مستمتع استمتاع مش طبيعي. وهنا بقى بعد ما بتخلصي كله بيدوكي زي بوكن باب كده، بيعملوا لك بباقي الفاصوليا اللي باقيه بوكن باب اللي انا عملته في اول الفيديو، بس بيعملوه يعني هما بقى يدوي. كان طعمه لذيذ جدا، ودي الحاجه الوحيده اللي تقريبا كلتها من الفيديو كله. وبس كده، وده كان نهايه اليوم. يوم كان طويل جدا وروحنا البيت وبس كده. وشكرا وباي باي.